جيجي ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار كله تمام. مبدئيا مبروك على الفيلم، الله احنا يبارك فيك. متحمسين ليه جدا. انا كمان. خلينا نسالك اول حاجه انك تحكي لنا شويه عن الدور في فيلم الهوى سلطان. بصي احنا كابلز، انا وداوود ومنى واحمد خالد صالح، وبيحصل بلوت تويست في الفيلم بتغير مجرى احداث الفيلم. لو هنقول ان هم اختاروكي عشان صفه مشتركه بينك وبين شخصيتك في الفيلم، ممكن تبقى ايه الصفه دي؟ بصي هو مفيش صفات مشتركه خالص ما بيني وما بين الشخصيه في الفيلم، بس دايما الممثل اللي هو بيشتغل على شخصيه بيحط حاجات منه في الشخصيه يعني، بس هو الورق ما كانش فيه حاجه مشتركه ما بيني وما بينها خالص. ايه اكتر حاجه ممكن تعقدك من الرجاله؟ الخيانه. طب هل انت مع الانتقام ولا انه لو حصل حاجه كبيره في علاقه انك تمشي وتسيبي؟ لا بمشي وخلاص وبقفل الصفحه دي خالص. لو صاحبتك جت قالت لك ان هي حد جرحها يعني وعايز تنتقم، تقولي لها ايه؟ او هتساعديها ولا لا؟ على حسب نوع الانتقام. يعني على حسب نوع الانتقام، لو حاجه يعني فاهمه احاول اهديها بتاع كده، لكن انا مش بحب الانتقام عموما يعني. طب بتفتكري فعلا الهوى سلطان؟ الحب هو اهم حاجه في العلاقه وممكن بسببه الواحد يتغاضى عن حاجات تانية؟ يعني على حسب، هتحكمي عقلك ساعات. يعني انا شخص قلبي اللي بيمشيني دايما، بس لما بيبقى في حاجه يعني واضحه وصريحه وما ينفعش تتعدى، برضو اكيد بدخل عقلي في الموضوع. طب بما ان الفيلم بيتكلم عن العلاقات والاصدقاء، لو ارتبطتي بواحد وقالك تقطعي علاقتك باصدقائك؟ لا، لو ارتبطت بواحد بيؤمر وينهي ده مش يعني، ده مش اوبشن. في تفاهم، في كلام، في ناخد وندي، لكن الاوامر والحاجات دي لا، ماليش فيها خالص. طب احنا سمعنا ان انتي علاقتك بشعرك علاقه مقدسه جدا، بتحبي شعرك جدا. لا انا يعني ما بحبش بس اعمله بهيت، لو بيبقى في دور متطلب ان انا افرد شعري وكده بلبس باروكه. لو جالك دور وطلبوا منك تقصي شعرك، هل هتقصي شعرك؟ لو دور حلو قوي في حاجه يعني مهمه، طبعا هعمل كده. احنا عارفين ان مفيش بنت ما اتجرحتش، كل البنات اتجرحت. بتعملي ايه او بتنصحي صحابك بايه لما بيتجرحوا بعد البريك اب؟ مش بنصح حد بحاجه، انا هتكلم عن نفسي انا، يعني بقعد مع الوجع لحد ما ينتهي وبس، وهو بيخلص. كلنا بنحب نفرفش بعد البريك اب بقى، بنخرج بقى، بنتفرج على التلفزيون، بنطلب اكل وبنقعد ناكل كتير، بنرقص جنب العيال. لا انا بعيط. لا انا بعيط بس ويخلص العياط وبعد كده بقى اعيش حياتي. طيب متوقعه رد فعل الجمهور ايه على الفيلم؟ اتمنى ان يعني ان الناس اللي هتشوف الفيلم تنبسط، تخرج ان هي حاسه بحاجه بعد الفيلم. يعني مش بقول انا متوقعه ده يحصل، لا انا بقول نفسي يا رب الشخص اللي هيعمل مشوار للسينما ويدفع تذكره ويخش يتفرج على الفيلم ان هو يتبسط او يحس بحاجه حلوه يعني. جيجي ميرسي ليكي جدا. شكرا. احنا متحمسين جدا للفيلم، ان شاء الله نقابلك بعديه ويبقى كل الناس مبسوطه منه ان شاء الله. شكرا. ميرسي.